كل اتاتشمنت ستايل بيبقى عنده سكيلز، او يعني الستايل بتاعه والطريقه اللي هو بيفكر فيها دي بتديله سكيلز معينه او بتديله ايدج معين في حاجه. فبالنسبه للانكشس اتاتشمنت ستايل، الايدج ده بيجي من حساسيته العاليه جدا للتغيير، من كتر ما هو بيبقى مركز جدا جدا مع اللي حواليه، وهو صغير مع الام وهو كبير مع الطرف الثاني في العلاقه، وطول الوقت انتسيبيتنج اي مشكله. انا طول الوقت خايف ان يحصل مشكله، خايف انه يتغير، خايف انه يبطل يحبني، خايف ان يكون في حاجه مزعلاه، خايف ان يكون العلاقه ما بقتش ماشيه بنفس الطريقه، اي حاجه. فمركز جدا جدا مع اي تغيير، فبيبقى حساسيتهم او احساسهم باي تغيير حتى لو بسيط جدا عالي جدا. فتلاقي الشخص ده اللي الاتاتشمنت ستايل بتاعه anxious preoccupied بيقدر يحس باقل تغيير في الطرف الثاني. يعني لو تغيير بس في صوته، تغيير بسيط جدا، هو بيحس بيه. لو تغيير في اي حاجه، يعني اي تغيير في طريقته، في طباعه، في اي حاجه، بياكل بطريقه معينه وما اكلش بيها، اي حاجه تغيير حتى لو درجته بسيطه، فالشخص الثاني، الشخص بقى السكيور العادي الطبيعي، مش هيحس بيها. الشخص الانكشس بري اوكيبايد هيحس بيها، وعلشان هو طول الوقت انتسيبيتنج او خايف ان يحصل مشكله وخايف ان الطرف الثاني يسيبه، فطريقه تفكيره، الطريقه اللي دماغه بتشتغل بيها، ان انا بشوف المشاكل قبل ما تحصل، بتوقع المشاكل قبل ما تحصل. ده طبعا بيعمل له مشكله في العلاقات، لان احيانا الاسلوب ده نفسه بيسبب المشاكل. هو بيحط لود على العلاقه اكبر بكتير جدا من ما هي تستحمل. لكن لما قلنا بقى انه في الشغل بيبقى عنده edges ممكن تخليه يتفوق في حتت معينه، فالسنسيتيفيتي العاليه دي بيخليهم غالبا بيبقوا امباث، بيبقى عندهم امباثي عاليه، فهم بيبقوا كويسين جدا في انواع الشغل اللي بتحتاج امباثي عاليه، زي مثلا انه حد يبقى كونسلر، يبقى ثيرابيست، يبقى حاجه زي كده، بيبقى عندهم قدره على فهم واحساس الاخر بدرجه عاليه جدا. حاجه تانية، الانتسيبيشن بتاع المشاكل ده بيخلي عندهم اتنشن عالي جدا للديتيل، فهم بيتفوقوا جدا في الحاجات اللي محتاجه تركيز في الديتيلز. فمثلا المحامين، خصوصا لو محامي كونتراكتس مثلا، او يعني مش محامي بيشتغل في محكمه، محامي اكتر بيشتغل في ورق وديلز وعقود وحاجات كده، بيتفوقوا جدا في الحته دي، لان هم بيتوقعوا المشاكل من قبل ما تحصل وبيعملوا حسابهم عليها وبيشوفوا لها حلول. بيبقوا بيركزوا في كل حرف وفي كل كلمه، فبيبقوا شاطرين جدا في الحته دي. في الحاجات اللي فيها بحث علمي، الحاجات اللي فيها ريسيرش، الشغل مثلا كيمست، يعني لو حد بيشتغل في كيميكال ريسيرش، بيعمل تجارب علميه او كيميائيه او كده، الدقه العاليه جدا بتاعتهم بتخليهم يتفوقوا في الحاجات دي. هتلاقيهم من الناس اللي بيراجعوا، خصوصا لو حاجه مهمه بيراجعوا عليها كتير جدا جدا، لانه برضو خلاص هو مخهم اتعود انه يشتغل بطريقه ان انا عايز اتجنب المشاكل، عايز اتوقع المشاكل قبل ما تحصل، عايز اشوف لو في اي مشكله في اي حته صغيره، لو في اي حاجه مش في مكانها، لو في اي حاجه غريبه او متغيره او مش as expected. بيشوفوا ده جدا اكتر من اي حد تاني، فبيبقى عندهم الادج ده.